مكاسب الأهلي من غياب أحمد سيد زيزو. ظن الكثيرين من جمهور الأهلي والجمهور المصري المتابع لكرة القدم أن غياب أحمد زيزو بمثابة كابوس لفريق الأهلي، وأنه سيكون فرصة لفوز الزمالك وبنتيجة كبيرة، خصوصا أن مركز زيزو حساس جدا ولا يمكن تعويضه، وأن له عرضيات خطيرة داخل منطقة الجزاء تلاقي كل من المهاجمين سواء كاموش أو محمد شريف أو بن شرقي وتريجي عند دخولهم منطقة 18. لكن الواقع أو التوثير فقد كان مختلف تماما، فكان بالإيجاب ليس بالسلب كما توقع الكثير. فمشاركة طاهر محمد طاهر هي بمثابة طوق النجاة لنيد الأهلي. طاهر يتميز عن زيزو بأنه سريع جدا ولديه المهارات والمراوغات والمقاتلة على الكرة، بينما زيزو يخشى المواجهة أو الالتحام. زيزو ليس لديه القوة البدنية التي يمتلكها طاهر محمد طاهر. طاهر يمتلك القدرة على التسديد. طاهر كان يعود للدفاع مع اللباك اليمين للأهلي، بينما زيزو يفضل البقاء في الأمام طول المباراة. بخلاف أن زيزو معنوياته منخفضة جدا الفترة الأخيرة، فكان مشاركة ستكون عبء على الفريق. ولا تنسي أن الهدف الذي تم إحرازة من قبل بن شرقي كان من ضغط وصناعة طاهر محمد طاهر. وأيضا وجود طاهر فالجناح يعرقل من حركة تقدم الظهير الأيسر بون تأيج.